الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء من لقاءات شرح كتاب العقيدة الواسطية. ولا يزال الحديث في مبحث الإيمان باليوم الآخر وما يكون من أحداث، ومع وجوب الإيمان بالحوض والصراط. وجوب الإيمان بالحوض أي حوض النبي، الحوض المورود، والصراط الذي يعبر عليه المسلمون، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يمر عليه كالبرق أو كالريح. يقول شيخ الإسلام: وفي عرصة القيامة. وعرصة القيامة، العرصة إيه؟ المشهد أو الموقف، لأن في القيامة مواقف ومشاهد وأحداث. يوم ب50,000 سنة، يوم ب50 في يوم كان مقداره 50,000 سنة. من هذه الأحداث والمواقف التي تكون في يوم القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لن يظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا منهم. وهذا من الغيبيات التي ينبغي أن نؤمن بها، ومما يميز المؤمن أن يؤمن بالغيب. مما يميز المؤمن أن يكون عنده إيمان بالغيب، أي الغيبيات التي ورد ذكرها في القرآن أو في السنة المشرفة. فمن الإيمان بهذه الغيبيات الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تواترت بذكره السنة النبوية، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه ووصف مائه ومساحته، كما ذكر شيخ الإسلام: طوله شهر وعرضه شهر، وفي مساحته كما بين أيلة وصنعاء، أو كما بين صنعاء والمدينة. والمقصود بهذا الحوض أنه حوض عظيم مورود، أي ترد عليه الأمة. أمة من؟ أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويشرب منه المؤمنون الذين ثبتوا في هذه الحياة على هدى النبي محمد وهدي الله عز وجل. إذن ليس كل سيشرب من هذا الحوض. من الذي سيشرب؟ المؤمنون الموحدون الذين ثبتوا على الدين الحق واستقاموا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن هناك من يزاد عن الحوض، أي يبعد، يأتون وهم في ظاهرهم مسلمون، يصلون ويصومون، ولكنهم أحدثوا بدعا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتربون يختلجون ويحال بينهم، الملائكة تحول بينهم، فيقول النبي إنهم أمتي. طب عرفهم إزاي؟ من يعرف؟ غرا محجلين من أثر الوضوء. فيقول أمتي أمتي، فيقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيزادون، فيقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. فهذا الحوض حوض كبير، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، وآنيته وكيزانه كنجوم السماء، أي في العدد، يعني لا تضار في الشرب منه ولا يتزاحم الناس عليه، بل الكل سيشربه. عندنا نقطة: كثير من الأئمة أو الدعاء يقول: اللهم اسقنا من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة. نقول: هل ورد أن هناك من سيشرب بيد النبي والذي سيسقيه بيده؟ ما فيش ذكر، لم يرد ذكر مثل هذا لا في القرآن ولا في السنة. فيكون دعاؤك فيما ورد، يبقى اللهم اسقنا من الحوض
من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وألا نكون ممن يزاد أي يبعد عن هذا الحوض. فهذا موقف الحوض هو أحد مواقف عرصات القيامة، أي أحد مواقف أحداث القيامة وساحات يوم القيامة. أيضا مما يجب الإيمان به يقول ابن تيمية رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم. الصراط منصوب أي مقام على متن جهنم، أي على عرض جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، أي جسر يمر عليه المسلمون بين الجنة والنار. طيب هذا الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة؟ لم يرد في هذا. خلاص، يبقى احنا نتوقف عند النصوص، لم يرد فيه ذكر هذا. الوارد أنه متن أو جسر على متن جهنم به خطاطيف أو كلاليب. عارفين الكلوب؟ كلوب الخطاف، مثل شوك السعدان، كل على حسب أعماله طبعا. فمخدوش الحديث سيأتي، مخدوش ده عنده عنده أخطاء، عنده تقصير، بيصلي على سطر ويسيب سطر، فالسطر اللي صلاه ربنا يعافينا يقبل، طب السطر اللي وجع منه سيقضيه. بيصوم ويفطر في رمضان، تعالى واقض ما عليك. هناك من ينجو، هناك من يمر مرور البرق، نسأل الله أن يجعلنا منهم. يقول: والصراط منصوب على متن جهنم، هو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعماله، يمر الناس عليه على قدر أعماله، فمنهم من يمر كلمح البصر، اللهم اجعلنا منهم، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا يجري، ومنهم من يمشي مشيا، ده كله سالم ماشي. لكن هناك من هو أسرع، على قدر مسابقتك في الدنيا تكون مسابقتك يوم القيامة. الله يقول لك في الدنيا وسارعوا إلى مغفرة وسابقوا إلى مغفرة. طب أنا مش هسابق، أنا مكسل. خليك مكسل، هتكسل برضو فين؟ على الصراط. سارع واسبق وكن مسابقا في الخيرات، واستبقوا الخيرات، وليكن شعارك لن يسبقني إلى الله أحد. ستكون أيضا كذلك يوم القيامة. سيدنا موسى لما ترك قومه، أن الله يقول له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال وعجلت إليك ربي لترضى. فليكن هذا شعارك: وعجلت إليك ربي لترضى. مسابق في الخيرات. مثلا عايزين مثلا في واحد مسكين عايزين نطعمه، فأنت بتركن شوية، يمكن واحد غيرك يتشجع، خليك راكن، هو يتشجع وأنت راكن. ده في مسجد عايزين يبنى، فأنت معاك فلوس، بس تقول أنا هسيب فلوسي شوية أخليها للآخر علشان أشوف الناس تتحفز. خليك متأخر، من تأخر أخره الله. فاكرين الكلمة دي؟ اللي تأخر ربنا بيأخر. خلاص خليك ورا، هفضل ورا واشوف على التكة الأخيرة بدخل أنقذ الموقف. لا، انقذ أنت يوم القيامة، شوف هتعمل فيها خليك دايما مسابق في الخيرات. فمنهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الخيل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف أي بهذه الكلاليب فيلقى في جهنم، يلقى في جهنم يقدم عليه من تقصير ومن ذنوب ومعاصي. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. طيب الصراط صراطان، الصراط صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. صراط الدنيا كلما استقمت عليه وكنت سائرا عليه، على قدر سيرك عليه سيكون توفيقك لصراط الآخرة. فاكرين الحديث لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، وخط على جانبي الخط خطوطا، ثم وضع يده على الخط الأولي وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم
عن سبيلي. لو احنا مثلا انا وانت رايحين على، هنقول فين، على المحلج، واحنا قاعدين، حد عارف المحلج ده فين؟ في شارع المرور، اخر شارع المرور. خلاص الله تغيرت الاحوال. فانا هاخد الطريق ده اللي هو ليه المستقيم وامشي مباشر، والتاني قال لا انا هعدي من العزويه واروح، والتالت قال لا انا هخش من الصالحيه واطلع. مين هيوصل الاول؟ هو مستقيم، حتى لو كان بطيء شويه بس هو طريقه مستقيم، هو شايفه كاشف الطريق، عارف انه ما فيهوش معوقات، سالك. لكن التاني ممكن يطلع له واحد يعطله، هنا يطلع له كلب يعضه، هنا فهيلاقي معوقات. فالطريق المستقيم دائما يكون ايه؟ اسلك وايسر وعقباته اقل. طريق مطروقه يسمونها الجاده، اي الطريق الايه؟ المطروق. يعني لما تبقى ماشي انت مثلا وابنك، اكيد كلنا عيالنا كانوا كده واحنا كنا كده واحنا صغيرين، تيجي ده طول ما هو ماشي يعمل ايه؟ يطلع التلتوار وينزل، صح؟ عيالنا كده ولا حد عيالي بس؟ كبروا خلاص على الكلام. يطلع ينط على التلتوار وينزل، يطلع هنا ويطلع. يا ابني ما هو خليك ماشي في الطريق اللي الناس ماشيه عليه، خليك في طريق اهو، تطلع وتنزل، يمكن تتكعبل وانت لازم تتكسر ونروح على المستشفى، ما خليك طريق اهو سالك اهو. ليه تتحرك كده وتتنطط يمين وشمال؟ هو كده في الدنيا في الدين برضه، خليك سالك. القرآن والسنة امامك اهو، ليه افضل اطلع وفرق واقوال وجماعات ايه الطرق المختلفة ديت؟ خليك دايما ايه؟ مستقيم على صراط الدنيا، وهو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لتوفق للاستقامة على صراط الايه؟ الآخرة. قال فمن مر على الصراط دخل الجنة، اللهم نجنا يا رب. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. قنطرة هذه ينزع منها الأحقاد. كنا واحنا في الدنيا بين وبين فلان قفلة، مفيش توافق، عمل معايا موقف وانا صغير، خد سندوتش وانا في الحضانة فانا شايل منه، يوم القيامة خلاص نتصافى. ده غير موقف المفلسين اللي هو هيكون قبل الصراط. أتدرون من المفلس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. أو قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. فقال لا، المفلس من جاء بحسنات كالجبال ولكن قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته وضع أو طرح عليه من إيه؟ من سيئاتهم ثم أدخل ليه؟ النار. لا، مش هو ده المقصود. ما يكون بعد الصراط سيكون هناك تصافي، ونزعنا ما في صدورهم من غل، تدخل الجنة صافي القلب. حتى لو بينك وبين أخوك المراسك وفي الآخر هو نجا ويدخل الجنة وأنت تدخل الجنة، تتصافوا. فلان آذاك، فلان كان بينك وبينه شحناء، ده كله إيه؟ يصفى قبل دخول الإيه؟ الجنة. قال فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهذا مما ينبغي أن يعتقد، ينبغي أن يكون في اعتقادك أيها المسلم، وأن تحاول ألا تحيد عن الصراط في الدنيا لتوفق للصراط يوم القيامة. إذن هذا الحوض حوض النبي المورود، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض كما في الحديث يشخب فيه ميزابان من نهر الكوثر، فهو أصله وماؤه من أين؟ من نهر الكوثر. فالذي يشرب منه فكأنما أدخل الجنة، ويشرب من نهر الجنة. ننتقل إلى إثبات شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. هي شفاعة واحدة ولا شفاعات؟ 3 شفاعات، 3 شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم. الأول يعني إيه شفاعة؟ الوساطة. أحسنت. فالشفاعة الوساطة، وسيلة، وساطة. مثلا أنت زعلت فلان فتقول له مش راضي يصالحني، طب ما تشفع لي عنده، فيقول لك عشان خاطري صالحه، خلاص صالحته، اسمها ايه؟ وساطة. فالنبي يشفع يوم القيامة، أي يتوسط لأمته يوم القيامة، بل يتوسط للأمم كلها، وهي شفاعة الايه؟ الكبرى.
الشفاعة ليه؟ الكبرى، يتوسط للأمم كلها أو للناس كلهم. لماذا؟ للقضاء. دي الشفاعة ليه؟ الكبرى. يقول وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. دي بشرى، آخر الأمم وهي أولها. قال وله في القيامة 3 شفاعات، أي 3 مواقف فيها الشفاعة. قال أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. وطبعا ممكن تتعجبوا من هذا الأمر، يعني الشفاعة دي بتكون حتى للكفار، تكون حتى للعصاة، تكون حتى للأمم الوثنية، لكله. طب هيستفيدوا إيه؟ هيستفيدوا إيه؟ هنا نقطة يعني أو أمر يعني لابد أن نتصوره. شدة الموقف والانتظار. هضرب لكم مثال كده. الشباب مثلا الثانوية العامة، وبعدين خلصوا امتحانات وموعد النتيجة، فمفترض النتيجة تظهر مثلا في شهر 7 مثلا، اتأخرت أسبوع. كل الشباب عايزين إيه؟ عايز أعرف نتيجتي. طب أنت مستعجل ليه؟ أنت كنت مذاكر؟ بس أعرف أشوف مصيري إيه. اتأخرت كمان أسبوع، عايز إيه؟ عنده حماسة وزعلان، ما إنه أصلا يكون يعني واحد النهارده بيقول عايز أروح الدرس عشان أعرف نتيجتي، تقول أنت مذاكر يعني؟ قال لا. طب هستعرف نتيجتك ليه؟ ما تخليها مستور، صح ولا لا؟ فخلاص هو عايز يقضى في الأمر، يعرف إما إلى هذا وإما إلى إيه؟ إلى هذا. وده في الدنيا يعني تكون الانتظار نفسه عذاب. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم شديد وأهوال وعقبات ومصاعب ودنو الشمس وعرق ومظالم تعرض عليك، أمور شديدة. فأنت مش أنت يعني إن شاء الله، الكفار حتى يقول يا رب اقضي بنا حتى لو نخش النار. هم مفكر اللي هو في ده أصعب شيء، مفكر ان اللي هو في ده أصعب الأهوال. فيذهبون كلهم إلى مين؟ إلى آدم عليه السلام، فيقول نفسي اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول، يعني لعل يكون هو اللي عنده الشفاعة. يذهبوا إلى نوح، فيقول نفسي اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى موسى، إلى أن يذهبوا إلى من؟ إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعمل إيه؟ فيسجد تحت العرش، فيقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ويلهم بمحامد لم يلهم مثلها قبل. يبدأ يحمد ربنا ويذكر محاسن الله عز وجل ويثني عليه بمحاسن وثناءات لم يلهم مثلها قبل، فيشفع فيقضى بين الخلائق. دي أول شفاعة. شفاعته ليه؟ القضاء بين الخلائق. طبعا ممكن يخشوا النار، بس هو ايه؟ كان مستني اللحظة دي، متشوق للحظة دي، وهو في مخيلته ان هو ده العذاب واللي بعد كده ايه؟ اهون. ولكن اعرف بس مصيري فين. نسأل الله السلامة وان نكون جميعا من اهل ليه؟ الجنة. قال واما الشفاعة الثانية فيشفع في اهل الجنة ان يدخلوا الجنة. لان اول من تفتح له الجنة هو مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. يضرب حلق الجنة فتفتح له أبواب الجنة فيدخل وتدخل إيه؟ أمته، فيكون قد شفع لأمته أن تدخل الجنة. طب الشفاعة الثالثة وهي شفاعة ليست مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشفاعتان الأولتان من خصائصه ليست لأحد غيره. طب الشفاعة الثالثة هي له ولجميع الأنبياء، بل وللشهداء والصديقين والصالحين. يشفعون أي يتوسلون إلى الله عز وجل أن يخرجوا عصاة أهل النار من النار، ولكن لابد أن يكون هؤلاء المشفع فيهم من أهل التوحيد، أن يكونوا من أهل الإيه؟ أن يكونوا مسلمين يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم.
يشفع في من استحق النار ألا يدخلها. انتوا عارفين طبعا الشهيد يشفع فيه 70 من أهله، والطفل إذا مات قبل الحلم يشفع لأبويه، فهذه شفاعة. أهل القرآن يشفعون، والأخلاء يشفع بعضهم لبعض يوم القيامة. فهناك شفاعات كثيرة يعني في هذا موقف الله عز وجل آذن لكثير من خلقه أن يشفعوا، وذلك من تمام رحمته. من تمام رحمته أنه يشفع لكثير من خلقه، بل بعد أن تنتهي هذه الشفاعات يخرج بعثا من النار ممن وحدوا الله ولكنهم استحقوا دخول النار. قال ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل. بعد ما يخرج كل أهل التوحيد من النار ويدخلون الجنة يبقى في الجنة مكان. طب شوفوا رحمة الله عز وجل، لما فضل في النار مكان قالت هل من مزيد؟ إيه اللي حصل؟ وضع فيها قدمه أو رجله فزوى بعضها لبعض فقالت قط. ما حدش دخل النار إلا وهو مستحق لدخولها. خلاص فهمنا دي؟ طب في الجنة لما بقي لها مكان خلق لها خلقا وأدخلهم الجنة. انظروا إلى رحمة الله عز وجل. يعني في النار وما ربك بظلام للعبيد، أما في النعيم والفضل الله فضله عظيم ورحمته واسعة يتفضل على من شاء. واضح الفارق من هذا وهذا؟ فهذا الرب الرحيم الكريم الودود الذي يتودد لخلقه بسائر نعمه، لا ينبغي أن يعبد غيره ولا أن يوحد غيره ولا أن يحب غيره. قال شيخ الإسلام اختصارا لما مضى من ذكر أهوال القيامة أو الإيمان بيوم القيامة واليوم الآخر، قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والعقاب والثواب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء. هذا كله مذكور في القرآن، وهو شامل وكافي ووافي مفصل. من أراد أن يستفسر من ذلك فليقرأ تفسير السور المكية، سورة التكوير، سورة الانفطار، سورة الانشقاق. هذه السور مفصلة وذاكرة لكثير من أحداث وأهوال يوم القيامة. وكذلك الكتب السابقة غير المحرفة، الإنجيل غير المحرف مذكور فيه، وكذلك التوراة وصحف إبراهيم وموسى والزبور. كل ما نزل من عند الله عز وجل كان فيه ذكر هذه الأحداث، وهذا يبرهن على أن الكفار يعلمون هذا ولكنهم جحدوا وكفروا. ننتقل إلى مبحث من المباحث المهمة، وهو مذهب الفرقة الناجية في الشرع والقدر وأفعال العباد. مبحث يعني من المباحث التي تحتاج إلى انتباه. اسمع هذه الجملة الطيبة، يقول وتؤمن الفرقة الناجية. الفرقة الناجية اللي هم مين؟ أهل السنة والجماعة، عشان الناس اللي حضر الأول مرة. يعني ايه فرقة ناجية؟ ناجية من العذاب في الدنيا والآخرة. ممتاز. طب يعني ايه أهل السنة؟ هل دي يعني حزب ولا جماعة ولا جمعية ولا لا اللي هم مين؟ اتبعوا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب اللي هيقول لي الجماعة يعني ايه؟ اجتمعوا على الكتاب اجتمعوا على هذا، مش اللي هم اجتمعوا مثلا بيخططوا لا اجتمعوا على الكتاب والسنة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ايه ايمان اهل السنة؟ الفرقة الناجية دي ايمانها تؤمن بالقدر خيره وشره. بالقدر أي ما قدرته يا رب نؤمن به خيره وشره. يا رب أنعمت علي بالمال أشكر، ابتليتني بالفقد أصبر، أرضى يا رب بما قدرته علي. عنده إيمان كامل بما قدره الله عز وجل، سواء خير أو ونبلوكم بالخير والشر فتنة. ده اختبار، أنا يا رب عارف أن ده كله اختبار وأنا مؤمن به، وأنا نؤمن بهذا كله، نؤمن بكل ما يقدره الله ويصرفه في هذا الكون أنه خير حتى لو كان فقدان. اديكم قصة سريعة كده، أنا شايف أن انتوا بتحبوا القصص. كان في أحد العلماء
أحد العلماء في رحلة رباط يعني حراسة. العلماء دول مش قاعد في المعبد ولا في المكتبة بيذاكر وخلاص، لا، كان بيطلع يحارب ويطلع يجاهد ويطلع يحرس الحدود. فطلع يحرس الحدود، هو أحد تلاميذ أبي حنيفة. يقول فسمعت صوت إنسان يدعو، وهو كان في عريش مصر، طلع على الحدود بيحرس، فسمع واحد بيدعي في خيمة كده بعيد وبيدعي بيقول ايه؟ اسمعوا الدعاء ده، لأن الدعاء ده أحبه جدا. يقول اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا يكافئ شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير من عبادك تفضيلا. طبعا كل واحد فينا شايف ان فلان احسن منه، ده معاه عربية احدث موديل وانا معاه عربية 2017، دي معاه عمارة 5 ادوار، عمارة تانية 3 ادوار، ده معاه قصر 200 متر، القصر بتاعي 190 متر. حتى لو انت معاك اللهم بارك شايف اللي احسن منه. شوفوا بقى ده كان عنده ايه من النعيم، وبيدعو بهذا الدعاء: اللهم اوزعني ان احمدك حمدا يكافئ شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير من عبادك تفضيلا. يعني شفتوا يعني كده الراجل ده فين؟ قاعد في قصر، عنده حتة لامبرجيني وحتة فراري وعنده خدم وعنده 4 زوجات حسنيات فضليات، الحسابات في جميع البنوك، صح؟ أكيد كده صح؟ اللي يقول الدعاء ده لازم يكون واحد فوق في السحاب. هو الحسابات بهذه الصورة، النعيم بهذا ده دنيا مهما كانت دنيا. فيقول فهممت أن أبحث عن هذا الرجل وأنظر إليه وأنظر هذا وحي أم إلهام؟ إيه اللي بيحصل ده؟ إيه الكلام الجميل ده؟ أكيد عالم، ده كلام مش يطلع من واحد عادي، واحد فاهم حقيقة الدنيا. قال فذهبت إليه فوجدته رجلا قد شلت يداه وقدماه وضعف سمعه وبصره. قاعد في خيمة، شلت يداه وقدماه وضعف سمعه وبصره. فقلت له ويحك يا رجل، أي نعمة تحمد الله عز وجل عليها؟ وبيختبره بيشوف هو فاهم ولا الكلام ده يعني بيطلع منين. وأي فضل فضلك الله به على كثير من عباده تفضيلا؟ قال يا الله، ألا تنظر إلى لساني هذا؟ شايف لساني؟ فوالله لو أمر الله السماء فأطبقتني وأمر الأرض فابتلعتني وأمر الجبال فدمرتني ما ازددت لربي إلا شكرا على لساني هذا. كل واحد فينا ينظر إلى من هو أعلى منه في الدنيا، لا ينظر إلى نعم الله عز وجل. هو بيحمد ربنا عليه. هي مش نعمة واحدة، هي نعيم، هي نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن هو شعر بهذه النعم، فهم حقيقة هذه الدنيا. فقال له أي نعمة تحمد الله عليها وأي فضيلة فضلك الله بها على كثير من عباده تفضيلا؟ قال والله لو أمر الله الأرض فابتلعتني وأمر الجبال فدمرتني وأمر السماء فأطبقتني ما ازددت لربي إلا شكرا على لساني هذا. خلاص لحد كده؟ لا مش لحد كده. قال له إذ جئتني فإن لي عندك طلب. هو ما بيطلبش من حد ولا بيسأل حد، لكن قال له بس طالما انت جيت لي أنا عندي طلب واحد فقط. إنه كان لي ولد صغير، له ابنه الوحيد، يوضيني إذا أردت الصلاة ويطعمني إذا جعت. هو بس الولد الصغير ده اللي بيخدمني معايا بس فين؟ في العزلة اللي أنا فيها دي. فتحسسه لي بارك الله فيك، دور لي عليه. يقول والله ما سعى أحد في حاجة أحد كسعي في حاجة مثلك. أنت ممكن تفكر تخدمه ولا ما تخدموش؟ واحد بهذا اللسان وهذا الوضع طلب منك طلب، هل هتتردد ولا لا مش فاضي؟ قال له والله ما فيش سعي أعظم من سعي في حاجتك. يقول فتحسسته فوجدته بين كثبان الرمال قد افترسته السباع. قلت طلعت بمشي بص لقيت ولد السباع وكلاه. يقول فقلت بأي وجه رقيق ألقى هذا؟ أرجع له أقول له إيه؟ بأي وجه؟ قال فتذكرت أيوب النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فرجعت إليه
هو طبعا ما يعرفش مين اللي بيتكلم ده إلى الآن. الشخص ده معروف وعالم كبير، لأن هذا الكلام لا يخرج إلا من عالم، وده يفيد أن العلم هو سبيل النجاة، ولا سبيل للفهم في الدين إلا بالعلم. قال فتذكرت أيوب النبي فرجعت إليه. هو ما يعرفش مين، فقال له أتذكر أيوب النبي؟ أنت عارف أيوب النبي؟ تسمع عنه؟ قال أعرفه. قال ألم يكن صابرا محتسبا؟ قال نعم. قال ماذا صنع الله به؟ ألم تعلم أنه كان به وكيه والله ابتلاه قال ماذا وجدت في حاجتي؟ قال خلاص يعني أنا فاهم اللي أنت بتحكي ده كله، أنا فاهم. إيه اللي حصل له؟ قال ولدك قد افترسته السباع. قال الحمد لله. الحمد لله مش كلمة بنقولها كده عشان نتصبر، لا، في الحمد لله بمعناها، يعني أنا يا رب راضي. قالها ازاي بقى؟ قال الحمد لله الذي لم يجعل من صلبي نسمة تعصيه. هو فهم فحوى هذا البلاء والخير الذي في هذا البلاء. أي بلاء فيه خير، أي بلاء فيه وجه خير. فهو ولد الوحيد مات وافترسته السباع، فقال الحمد لله، ووجد وجه هذا الحمد ذكره، قال الحمد لله الذي لم يخلق من صلبي نسمة تعصيه. قال ثم شهق شهقة فمات. يقول بينما أنا كذلك، كان لوحده العالم ده. قال فوجدت جماعة من الناس يأتون وكأنهم يترددون على هذا الرجل. قال ماذا فعل أبو قلابة؟ قال هذا أبو قلابة تلميذ ابن عباس؟ قال نعم. ما الذي جاء به؟ قال طلب إلى القضاء فهرب، مش عايز أي منصب في الدنيا، طلبوه يبقى قاضي لأنه كان عالم من علماء الحنفية وكان بل تلميذ ابن عباس رضي الله عنه. قال طلب إلى القضاء فأبى، هرب وجاء إلى هذا المكان، فغسلوه وكفنوه ودفنوه. قال فرأيته في المنام وهو يقرأ قول الله عز وجل ادخلوها بسلام آمنين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. فقضاء الله عز وجل كله خير، وهذا ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا المبحث سنرجئ الكلام عنه إلى غد، لعل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يبصرنا بما ينفعنا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.